السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى اخوات واحلى متابعين؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية يا رب العالمين. الماسك الفوري الجبار، حطي كده خطين او 10 كده تحت الماسك ده او تحت الجبار دي. بجد ماسك روعة، هيعجبك جدا جدا. هايل، من اول مرة هتلاحظي الفرق وهتلاحظي بياض فعلا في البشرة كام درجة كده عن الطبيعي. النهاردة المكون بتاعنا الجبار دوت، وهو العرقسوس بتاعنا طبعا اللي احنا بنشربه دوت روعة، طبعا كلنا عارفينه مفيد لصحتنا وكمان مفيد لبشرتنا. رائع جدا جدا وسريع في تبييض البشرة، بيديها نضارة جميلة جدا جدا، وكمان بيأخر طبعا الشيخوخة. رائع رائع بجد، ليه فوائد يعني كبيرة جدا 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 كمان. ما تقطعوش من بيتك واستفادي منه لصحتك وكمان لبشرتك. هنعمل النهارده ماسك منه تبييض فوري للبشره. اعملي الوصفه وان شاء الله مش هتندمي، الماسك حلو يستحق التجربه. اتمنى منك الاشتراك في القناه وفعل الجرس واعملي سبسكرايب عشان يوصلكوا اشعار بكل فيديوهاتنا، وباي حاجه بننزلها يجيلكوا منها اشعار باذن الله. النهارده شايفين العشبه الجميله ديت اللي هي العرقسوس، طبعا اللي احنا طبعا بنشربه في رمضان. كلنا عارفين فوائده الصحيه لجسمنا. النهارده هنعمل منه ماسك حلو هيبيض البشره بياض ملحوظ. دي طبعا ده شكله اهوت، العشبه بتاعته الجميله دي اهو. طبعا هو ده العرقسوس بتاعنا المعروف. هنعمل منه ايه او هنعمله ازاي؟ هناخد منه معلقتين ونحطهم في طبق ألمونيوم كده او اي صاج، يعني طبق صاج او حله زي ما بتغلي، او تحطي على النار اي حاجه بتغليها، ونحطي عليها كوبايه ميه. هتغلي كده دقيقتين، هتحطي على النار هتغلي دقيقتين، وبعد ما هتغلي هنصفيه. يعني كوبايه ميه على معلقتين من العرقسوس بتاعنا الجميل ده. خلاص هنحطه كده على جنب، ونجيب بقى ايه العرقسوس. طبعا بعد ما صفيناه حطينا عليه معلقه من النشا. طبعا لو هيبقى سخن تقدري تدوبي معلقه من النشا في 3/4 معالق من الميه، علشان لو حطيتي النشا عليه وهو سخن طبعا هيكلكع معاكي. دوبي معلقه النشا في 3 معالق من الميه، دوبيهم كويس كويس كويس، وقومي حطاهم فوق عصير العرقسوس بعد ما صفناه. بعد كده هنحطه على النار، على نار هادية جدا جدا، وهيبقى بالمنظر بتاعنا الكريمي ده، شكل المهلبية اهو دوت اللي هو عصير العرقسوس او مغلي العرقسوس بعد ما صفيناه وحطينا عليه او دوبنا معلقه من النشا في شويه مصغنونه ودوبناهم وحطيناهم عليه عشان ما يكلكعش، وحطيناهم على النار وبقى بالجمال زي ما احنا شايفين كده اهو، كريمي اهو زي ما احنا شايفين. هيبقى سهل التوزيع على بشرتنا. هنضيف له مكونين والمكونين دول طبعا اساسيين في ترطيب البشره. هيديها نضاره، هيديها تألق، هيديها تأخر للشيخوخه، لان طبعا كل البشره لما بتكون مترطبه ما بنبقاش مش بنديها فرصه ان هي تبقى جافه، مش بتنشف معانا. وطبعا البشره لما بتجف بتقشر، بتعمل قشره، بتعمل خشونه، بتبقى شكلها مش حلو، وكمان مهما تحطي كريمات مش بيعمل، هتبقى بقى عايز علاج. فاحنا مش عاوزين نوصل بشرتنا للمرحله دي، عاوزين نعمل دايما الوصفات الطبيعيه الموجوده عندنا في البيت بالمكونات الطبيعيه اللي احنا بنقول عليها دي، او اللي عندنا في المطبخ. طبعا كلها حاجات سهله وبسيطه ومش مكلفه خالص، عندنا في البيت، مش هنستخدم ولا هنشتري اي حاجه من بره. ادي ده زي كريم العرقسوس اللي قدامكم ده، احلى كريم عرقسوس واسرع كريم للتبييض. كريم العرقسوس طبعا عصير العرقسوس المغلي صفيناه وحطينا عليه معلقه من النشا، هندوبهم في شويه ميه صغنونه ونحطهم ونولع عليهم النار، وهيبقى بالشكل الجميل بتاعنا ده زي ما احنا شايفين كده. خلاص معانا ايه بقى؟ فيتامين ه اهو، او فيتامين ه اهو زي ما احنا شايفين كده. في منه ال400 وفي منه ال1000، اي حاجه عندك ال400 او ال1000، اي كبسوله من النوع دوت هتحطي منه واحده. انا طبعا فتحت واحده كبسوله فيتامين اهي، وهنحطها اهي على الكريم بتاعنا، كريم العرقسوس بتاعنا، ونقلب المكونات بتاعتنا.
بصي لو عندك الألف حطي، لو عايزة تحطي اتنين برضو حطي اتنين، مفيش أي مشكلة. انت كل ما هتزودي مش هيأثر خالص. بس أنا فتحت واحدة، بس أنا نسيت أفتح التانية والمقص بقى مش جنبي. بس عامة أهو فيتامين ه أهو زي ما انت شايفة كده أهو. طبعا هتاخدي منه اتنين. المقص لو جنبك كنت فتحت التانية هتحطي اتنين. لو عندك اللي هي الألف هتقدري تحطي كبسولة واحدة بس، حطيها على الكريم خلاص. لو اللي هي الألف، لو الاتنين حطي اتنين خلاص. معانا مكون تاني وهو هنحط 3 نقط من زيت اللوز المر. زيت اللوز المر ليه خصائص جبارة جدا جدا في تخفيف البقع الغامقة من البشرة. بيشيل البقع الغامقة من البشرة خالص خالص، وبيديها برضو تفتيح حلو البشرة. برضو شوفي كل المكونات بتاعتنا بتدينا تفتيح وبتدينا نضارة وبتدينا ترطيب، حاجة كده روعة. وهو ده يعتبر الكريم بتاعنا الجميل اهو زي ما احنا شايفين كده اهو. هنشيل بقى الصوص بتاعنا، وهو ده الكريم بتاعنا الجبار اهو. طبعا هجيبي برطمان، انا نسيت اجيبه طبعا. هجيب البرطمان وتقومي بصي جميل جدا جدا. هتحطيه بقى على بشرتك، هتحطيه في البرطمان، وبعد كده عايزه تحطيه في التلاجة مفيش مشكله، عايزه تخليه بره اصل هو يعني استخدمي ليومين يعني او 3. فاهماني؟ طبعا قلبنا المكونات هنحطها في برطمان، وكل يوم تدهني منه، تحطي الماسك ده على بشرتك. ان شاء الله هتلاحظي بياض ملحوظ في البشره، وكمان هتلاقي نضاره وترطيب حلو قوي قوي. والاكتر من ده كله هتلاقي البشره بتاعتك بجد يعني فتحت. الماسك حلو جدا جدا، يستحق التجربه. ان شاء الله تعمليه، وانا واثقه ان انت هتبعتي لي وتقولي لي الماسك حلو جدا جدا. طبعا زي ما احنا شايفين المكونات بتاعتنا طبيعيه، مش هتضرنا خالص، وحتى لو ما فادتكيش مش هتضرك. ولكن انا عارفه ان الماسك حلو قوي قوي، وانا طبعا مش بقدم حاجه غير لما بكون طبعا انا مجرباها ومتاكده منها. شايفين جميل ازاي، كريم ازاي رائع جدا جدا اهو. طبعا هتحطيه على البشره زي ما احنا شايفين كده. هتحطيه على البشرة تلت ساعة، وبعد كده هتغسليه بمية عادية خالص خالص. زي ما احنا شايفين، وزي ما قلت لك كده هتعملي الوصفة ديت، وان شاء الله هتلاقي منها نتيجة حلوة جدا جدا خلاص. ويعني ممكن تعملي الماسك دوت حوالي 3 مرات في الاسبوع ماشي. يعني مش الاسبوع مش 7 ايام تعملي كل يوم كل يوم، ممكن تعملي يوم او يوم لا، اعملي 4 مرات في الاسبوع ماشي. ان شاء الله الماسك حلو، هتلاقي منه نتيجة حلوة، وهتلاقي البشرة فعلا فيها نضارة وفيها نعومة، كمان فيها بياض حلو ملحوظ. ان شاء الله بشكرك من كل قلبي، يا رب الفيديو يعجبكم. عايزة لايكات كتير على الفيديو ومشاهدات كتير. اتمنى منكم الاشتراك بقى في القناة وفعلوا الجرس، وادخلوا وشوفوا القناة هتلاقوا فيها حاجات حلوة جدا جدا هتعجبكم بإذن الله. بشكركم يا حبايب قلبي، واقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اشكركم واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رعاية الله يا احلى اخوات في الدنيا. مع الف سلام. مع الف سلام.